السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو ده ما تنسوا تصلوا على الحبيب المصطفى. انا بقى بطلب منكم ان انتوا تكملوا الفيديو ده للنهاية، تحطوا لايكات كتيرة جدا عشان انا عايزة الفيديو ده يوصل لناس كتيرة جدا، لان فعلا الفيديو ده مهم جدا. امبارح عملنا فيديو ردنا فيه على الاسئلة ايه هي المشاكل اللي بتواجهك في تربية الفراخ البيضاء. فجالي بقى كومنت على الفيديو ده استوقفني جدا، وقلت لا لازم نرد عليه عشان شايفة ان في ناس كتيرة بتعاني من الحتة دي، ان ما فيش عندهم مكان للتربية وما بيعرفوش يربوا. فانا قلت لكم انا بعمل ايه، انا برضو ما فيش عندي مكان، وقلت لكم انا بعمل ايه، ان انا بحضن عندي في الشقة في كرتونة كبيرة بتاعة الغسالات او البوتاجازات، الكراتين الكبيرة يعني اللي بتجيب فيها الأجهزة الكهربائية، وبعد كده عاملة مكان على السطح بنربي فيه. الكومنت بقى جالي بيقول ايه: من فضلك اوصف لنا الأوضة اللي في الفيديو، بتعملي ايه في الحر الرهيب ده طالما الأوضة على السطح ودرجة الحرارة بتوصل ل40 والمفروض تكون أو ما تزيدش عن 28 في عمر 35 يوم؟ يا ريت تجاوبي على السؤال ده من فضلك. وهل الريفو هيخليهم يتحملوا درجة الحرارة 40 أو 42؟ السؤال ده مهم جدا. يعني شايفة ان في ناس كتيرة جدا مفيش عندها مكان نفسها تربي، ولما بيجوا يربوا على السطح بيواجهوا مشكلة درجة الحرارة. فاحنا النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم انا بعمل ايه وبربي ازاي على السطح. وكمان يعني الدورة دي خلصت، يعني احنا داخلين على شهر 7 معروف بيبقى حر جدا. انا هجيب دورة كمان، بس يعني انا كنت جايبة الدورة دي 30. فالمكان ثانية واحدة اقوم واوريكم المكان بتاعي عامل ازاي. ده كده كل المكان بتاعي. دي طبعا اللمبه اللي انا حطاها انا في الفيديو في الايام اللي هي بتاعه التحصين والكتاكيت لسه صغيره ببقى منزلاها شويه عليهم، لكن انا شايفه ان هم خلاص كبروا محتاجين، مش ما عادوش محتاجين اصلا تدفئه لان المكان دافي، يعني احنا على السطح وكمان في الصيف. فانا مطلعه اللمبه دي، وساعات لما بلاقي الجو حر عليهم او هم قاعدين كده بينهجوا بطفي اللمبه دي خالص. طبعا احنا على سطح فالمكان كله نور. لو انت بقى في اوضه الاوضه دي يعني عندك في شقه قديمه او شقه مش قاعدين فيها كده وبتربي فيها فراخ، هتحطي مكان اللمبه الحمراء دي لمبه بيضه، تمام؟ هي بس تنور لهم، هي ما بتديش حراره ولا اي حاجه، بتنور لهم بس عشان ياكل. لو انت هتربي على السطح زي كده فعادي ما فيش اي مشكله ان انت تطفيها. انا كنت بطفيها بالنهار، وبالليل الجو بيبقى طراوه شويه، خاصه ان احنا على السطح وكلها سلك زي ما انتم شايفين كلها مفتحه كده، وانا مقفلاها بحاجات من بره هوريها لكم دلوقتي من بره وهشرح لكم كل حاجه. فبطفيها، لكن بالليل بقى بيبقى السلخ دي كلها بتدخل هوا. يعني هو دلوقتي انا واقفه فيها الساعه تقريبا دلوقتي 11 الصبح، يعني المفروض الجو بيكون حار جدا والشمس طالعه، يعني درجه الحراره معتدله. ايه بقى نعمل للفراخ اللي هو بتاع الريفو؟ هل الريفو هيخليهم يتحملوا من درجه الحراره ل 40 ل 42؟ هقولك الريفو ده مهم جدا للفراخ. ليه بقى؟ الريفو ده بيحفظ درجه الحراره اللي موجوده في جسم الفراخ بتاعتنا. يعني عشان كده انا بقول لكم الريفو ده بنقدمه الصبح بدري والجو لسه طراوه كده، والفراخ بتاعتنا مرعرعه كده لسه مثلا الساعه 7 الصبح كده. بتشوفوا طبعا نسمه الهواء اللي بتبقى موجوده في الجو بتبقى عامله ازاي. ده بيطري على الفراخ جدا، بيخليهم الريفو بقى ده يحتفظ بدرجه الحراره دي، بيقلل معانا من الاحتباس الحراري، وبيخلي الفرخ ما يجلوش نهجان. ما تلاقيش مثلا الفرخ تلاقيه قاعد يعمل في الحر كده وقاعد ينهج كده ولا بياكل ولا بيشرب ولا اي حاجه، لكن شايفين بسم الله ما شاء الله الفراخ قاعده كويسه اهي مفيش اي حاجه. ده بيقلل من الهجان، بيقلل من الاحتباس الحراري، بيخلي الفراخ بتاعتنا تحتفظ بدرجه الحراره اللي موجوده في جسمهم. عشان كده بنقول لكم بدري على قد ما تقدري. يعني مثلا لو عرفتي تقدميها الساعه 5، لو انتوا مثلا بتقوموا بدري الساعه 5 وعرفتي تقدمي الريفو ده للفراخ الساعه 5 مفيش اي مشكله. لكن بقى لو ناس فرنجيه كده بتقوم من
النوم الظهر، لا قومي يا حبيبتي بدري كده الساعه 7 حطي الفراخ وبعدين رجعي نامي تاني. هنحط بقى الريفو ازاي؟ هنجيب مثلا برشامتين ريفو، هنطحنهم كويس جدا نخليهم بودره، هنجيب عليهم علبه زبادي او نص علبه زبادي على البرشامتين، نص علبه زبادي على البرشامتين، ونقلبهم كويس جدا. ونجيب سقايه، مثلا السقايه اللي حجمها وسط دي تقريبا بتاخد 2 رطل من الميه، هنحطهم على 2 رطل من الميه، ونقلبها بقى كويس جدا كده الميه مع الريفو والزبادي، ونقدمهم للفراخ بتاعتنا. بس اهم حاجه يكون الضوء طراوه واحنا بنقدمها، يعني بدري على قد ما تقدري، بدري على قد ما تقدري. في ناس يوتيوبر يعني شفت لهم فيديوهات بيقولوا تقدمي الساعه 2 بالليل، مفيش حد عاقل هيقوم يودي الفراخ بتاعتهم الساعه 2 بالليل، فانا بقول لك بدري على قد ما تقدري، مثلا 5 الساعة 7 الساعة 6، بس ما تنقصيش عن 7، يعني أقصى حاجة 7. بعد كده بقى ما تقوميش، هتقومي بقى تعملي ايه؟ الشمس خلاص طلعت. تعالي بقى اوريكي الخزانة اللي انا بربي فيها وعاملة فيها ايه. طبعا الحاجات دي انا مقفلها كده ليه؟ علشان احنا في السطح، ممكن فار، ممكن قطة، اي حاجة تدخل للفراخ بتاعتي، خاصة ان انا الدورة دي انا محضناها في المكان ده. ليه بقى؟ احنا كنا في الصيف فما حبيتش بقى ان انا اعمل في مطبخي وكده، فانا حضنت في المكان ده. كنت قاسمة، يعني شايفين انا قاسمة دلوقتي نص الخزانة بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، نص الخزانة بالظبط انا قاسماها. انا بقى كنت قاسماها الربع، يعني كنت جايبة السلخ وقاسمة الحتة دي كده، وكانت الفراخ بتاعتي وهي كتاكيت في المنطقه دي، بس هما كانوا 30، يعني كانت المنطقه كويسه عليهم، وكل ما احسهم ان هما بيكبروا بشويه بوسع المكان لحد ما كنت سبتهم في الاوضه دي كلها. لكن بعد ما طلعتهم بقى لقيتهم 7 فرخات، قلت لا لازم ان المكان كده يكون مهندم كده على قدهم، فحطيت الخشب ده هنا كده تمام. الحتت دي طبعا انا قلت لكم انا مقفلاها عشان الفيران، يعني خلي بالك فيران، عرس، اي حاجه من اللي بتدخل تخنق الكتاكيت دي، خلي بالك جدا من الحاجات دي، وخلي المكان مقفل تماما. ده كده شايفه المكان كله مقفل من هنا. وفي هنا طبعا في هنا شباك، فالتحضير طبعا بتاعي انا بنظبط درجه الحراره، فدرجه الحراره كنت مظبطاها بده، كنت قافله الشباك ده خالص. وطبعا الشباك ده برضو انا كنت قافلاه، بس لما كبروا انا فتحت الشباك تمام. يعني دي كانت كده مقفوله خالص الشباك بتاعه، وكان فيه الحته الصغيره دي. بس انا كنت عامله ايه بقى على الكتاكيت؟ شايفين الملايات اللي انا حطاها دي؟ ثانيه واحده افردها عشان اشرح لكم، هعلقها بس. دي كانت متعلقه هنا، مش متحكمه عشان ماسكه التليفون بايد وبصور بالايد التانية، مش متحكمه خالص. انتوا طبعا شايفين، يعني علقتها كده بقت كلها مقفوله، يعني مش عارفه انت هتشوفوا ولا لا، انا عايزه اعلقها عشان تبقى كل حاجه واضحه معانا في الفيديو بتاعنا. هوقف الفيديو اعلقها وبعد كده ارجع لكم تاني. انا كده علقتها، يعني لو جينا نبص هنلاقي الحته دي بقى كلها مقفوله زي ما انتوا شايفين كده، في من هنا كده الفراخ بتاعتي مفيش اي مشكله، والحته دي كلها قافله. ليه بقى؟ شايفين الهوا ده وشايفين السلخ دي كلها، دي طبعا بتدخل هوا جامد بالليل، الجو بقى هوا جامد جامد جامد، خاصة ما في الصيف بقى شتاء، هو الهوا بيبقى جامد على السطح بالليل. فعشان الفراخ بتاعتي ما تاخدش لطشة برد ولا يجيلها اي برد، فكنت عاملة الحركة دي كده، دي بتمنع الهواء ان هو يجي للفراخ بتاعتنا لو انت عايزه تربي على السطح. تعالي بقى اما اوريكي انا كنت عامله ايه من بره. طبعا وكمان الباب، خلي بالنا يا جماعه الباب من الحته دي، يعني لما نيجي نفتح الباب واحنا محناش حاطين الملايه دي، فالفراخ بتاعتنا الهواء هيدخل من الباب كده على الفراخ بتاعتنا فيجي لها رطشه برد. لا احنا نحافظ على الفراخ بتاعتنا. يعني شايفين كل حاجه مهندمه خالص اهي. الحاجات دي طبعا انا كنت سايباها تهويه، لكن شايفين في الجنب ده، في الجنب اللي انا هوريها لكم برده من بره، حاطه البطانيه دي قافله الجنب ده كله، ومن هنا شباك، يعني ما كانش فيه في الجنبين دول اي مفيس هوا غير الحته اللي منوره نور هناك دي. والحته دي طبعا كنت حاطه الملايه دي كده، وكانت دي بتيجي هوا، كنت عاملاها تهويه غير مباشره، تهويه غير مباشره يعني ما بتجيش للفراخ. واهم حاجه ان احنا نعمل للفراخ بتاعتنا تهويه غير مباشره علشان ما يجيلهاش برد. وطبعا انا كنت مقفله الحته دي وهم كتاكيت، كنت مقفلاها خالص كده مقفلاها، بس لما كبروا بقى شويه عشان نظبط درجه الحراره بتاعتنا فتحتهم عشان تدخل تهويه للفراخ بتاعتنا، خاصه هما كتاكيت. كنا لسه في شهر تقريبا في اواخر 5،
لا في بداية 5، احنا دلوقتي في بداية 6، كانت في بداية 5. فالجو يعني كان لسه لطيف شوية. فبعد كده بقى دخلنا في شهر 6، وبعد كده 7 بقى. تعالوا ما اقول لكم انا عاملة ايه من بره. نقفل الباب عشان كل حاجة تبقى واضحة معانا. دي كده الملاية اللي انا قلت لكم عليها، ودي كده الخزانة من بره زي ما انتم شايفين على السطح، والشمس ضرب فيها وكل حاجة، بس عادي جدا. دي كده مقفلة البطانية، وده كده السلك الكهرباء بتاع الإضاءة بتاعتي، طبعا موصلاه من الورشة اللي تحتينا. او لو انت عندك شقة تحت بيتك عادي، لان البيت ده لسه مفيش حد ساكنه يعني، دي كصندلة كده، واللي تحت ورشة، فعادي لو انت ساكنة اعمليها من عندك. دي كده البطانية اللي انا حطها في الجنب ده، وكمان كنت قافله الحته دي كده في اسبوع تحديدا، لكن طالما هم كبروا خلاص عادي جدا كنت قافلاها بالحته الملايه دي. ودي كده هي مهرجله شويه يعني، بس هي صفت من الشمس لان انا حطها من زمان جدا، لان انا بربي على طول في المكان ده، وبسم الله ما شاء الله بيطلع منها دورات حلوه جدا. وده كده الباب بتاعي، اجيبها لكم من زاويه تانية اهو. شايفين ده كده المكان من بره، وشفنا طبعا المكان من جوه، وشرحت لكم كل حاجه انا بربي فيها ازاي. تعالوا بقى كده ندخل. ده طبعا اكيد يعني بقى واضح كل حاجه، لان في ناس كتير لقيتها بتكتب لي ان هي مفيش عندها مكان، ما بتعرفش تربي فراخ. ولما قلت لكم ان انا برضو مفيش عندي مكان وبربي على السطح، فقلتولي عايزين تشوفوا المكان اللي انا بربي فيه. ده كده المكان اللي بربي فيه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بطلع منه دورات تحفه 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 يعني، بسم الله ما شاء الله. النهارده دول قلت لكم امبارح في الفيديو بتاع امبارح عمرهم 32 يوم كان في الفيديو بتاع امبارح. النهارده بسم الله ما شاء الله عمرهم 33 يوم، بس انا مطلعه الباقيين، مطلعه الدوره الثانيه يعني. هم نفس الدوره كانوا 30، طلعت منهم 33، طلعت منهم 23 بعدهم. واتفضل 7 دول عينهم لبيتي. هما مفيش قدامهم علف، العلف خلصان، والعلف برضو خلصان من عندي، ف مش عارفه هشتري لهم بقى علف ولا اسيبهم النهارده كمان. فده الفيديو كان بتاع النهارده، رديت على التعليق ويا رب تحطوا لايكات كتيره جدا، توصلوا الفيديو ده لناس كتيره جدا، لان انا شايفه فعلا ان دي مشكله، خاصه ان انا قلت لكم على الزبادي والريفو، دول بيأثروا جدا معانا في فصل الصيف. دول يعتبروا الصيدليه بتاعتك في فصل الصيف. انت شايله بقى الزبادي كده، شايله شنطه زبادي في الايد دي، وشنطه برشام ريفو في الايد التانيه دي، طول معانا طول الدور. طب نعملها كام مره في الاسبوع يا ام سيف؟ نعملها مثلا 4 مرات في الاسبوع، 4 مرات يعني، مثلا من 4 مرات في الاسبوع كويس قوي. تمام. شايفين بقى الفراخ بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. افطكم بعافيه ومع السلامه.